إزاي تحمي وظيفتك من ال AI؟ الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في وظايف كتير، وكتير بدأوا يقلقوا من تهديده على مستقبلهم الوظيفي، وكل ده وهو لسه في بدايته، لأنه بيتطور كل يوم عن اللي قبله. بس لو لقيت في يوم إن وظيفتك مهددة من ال AI، تعمل إيه؟ في الوقت ده لازم تتحول لشخصية من الشخصيات اللي هنقولك عليها. أولاً، متعدد المواهب. السر في الشخصية دي إنك ما توقفش تعليم، اتعلم حاجات كتير ومختلفة في تخصصك، لأن ال AI عمره ما هيبقى مالتي تاسكينج. ثانياً، سابق بخطوة. دايماً خليك متابع لكل التطورات التكنولوجية في مجالك وحاول تتعلمها. حاول توصل لمرحلة إن ال AI هياخد منك شغلك، فيبقى أنت الشخص المؤهل إنك تديله الأوامر. ثالثاً، مجالات كتير وحماية أكتر. حاول تدخل في مجالات جديدة، نوع مصادر دخلك ما بين مشاريع شخصية وشغلك في مجالات تانية عشان تقدر تلاقي بديل في أي وقت. وأخيراً، خليك فاكر إن الذكاء الاصطناعي عمره ما هيقدر يستبدل عقلك، بس زي ما هو بيتطور، أنت كمان لازم تتطور. وعشان نساعد بعض، قول لنا في الكومنتس، هل الذكاء الاصطناعي هيأثر على شغلك في المستقبل ولا لأ؟